باريس سان جيرمان يفاجئ الجميع ويقصي بايرن ميونخ من ربع نهائي مونديال الأندية. الفريق الباريسي فاز بهدفين دون رد على أرض ملعب مرسيدس بنز في أتلانتا رغم الطرد المزدوج في الشوط الثاني. الفرنسيون لعبوا ب9 لاعبين بعد طرد ويليام باتشو ولوكاس هرنانديز، لكنهم صمدوا، وتألق دوناروما كان مفتاح النجاة. الهدف الأول سجله ديزيري دوي في الدقيقة 78، ثم حسمها ديمبلي بهدف قاتل في الدقيقة 96 بعد مجهود خارق من أشرف حكيمي. بايرن فقد نجمه جمال موسيالا بعد إصابة قوية، ورغم المحاولات بقيادة هاري كاين وأوليسي، العجز كان واضحا أمام دفاع باريس العنيد. الحكم لجأ للفار وألغى ضربة جزاء مثيرة للجدل لمولر في آخر اللحظات. صافرة النهاية أعلنتها باريس إلى نصف النهائي، وينتظر الفائز من ريال مدريد ودورتموند.